مشاهدينا الكرام، مشاهدي الفضائية المصرية في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وكلام جريء. هي مشهد مأساوي متكرر بنراه بين الحين والآخر، وهو مشهد اقتحام المسجد الأقصى. محتاجين نقف مع بعض وقفة ونرى لماذا يتكرر هذا المشهد وعلى أي أساس، حتى أنه آخرها كان يوم الأحد بالأمس اقتحمت إحدى النائبات بالكنيسة الإسرائيلي وهي من حزب الليكود ساحة المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية مشددة وبرفقتها عدد من أقاربها. محتاجين نفهم الموقف أكثر وأين الموقف العربي مما يحدث. معنا الحديث في هذا الأمر يعني ضيفنا الكريم اللي بينورنا بين حين وآخر، دكتور منصور عبد الوهاب المحلل السياسي. نرحب بك يا فندم. اهلا بحضرتك. بداية كده، يعني كيف تنظر إسرائيل للمسجد الأقصى، وليه بتستبيح أنها تقتحم هذا المكان المقدس؟ وهل بترى فيه أنه هو مثل المسجد الإبراهيمي من حقها التقسيم والمشاركة فيه؟ هي طبعا بداية قبل الخوض في هذه النقطة أحب أوضح أنه مسألة الاعتداء أو الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية وعلى رأسها الحرم القدس الشريف وعلى رأسه المسجد الأقصى عملية ممنهجة بتتم منذ فترة طويلة، ونتذكر جميعا حريق المسجد الأقصى سنة 69 وما لحقه من أضرار عظيمة، ثم أعيد ترميمه وتوسعته. عملية تهويد المسجد القدس أو بشكل خاص الحرم القدسي بتتم أولا عبر تغيير التاريخ، عبر تغيير الأسماء لإعطائها سمات يهودية بدلا من أسمائها العربية الأصيلة. بتبدأ بتغيير المعالم سواء للمنطقة نفسها الحرم القدسي أو المنطقة المحيطة بالحرم القدسي. فبالتالي عملية الانتهاك لا تقتصر فقط على مسألة اقتحام المسجد، لكن عندنا حي المغاربة تم هدمه وهذا ملاصق للحرم القدسي. عندنا الأنفاق التي تسببت في كثير من الصدوع والشروخ في جدار المسجد الأقصى أسفل المسجد الأقصى. عندنا المدرسة المحكمة المحكمة الشرعية والمدرسة التنكيزية وغير ذلك، كل هذه آثار إسلامية موجودة في الحرم القدسي تم إزالتها أو تم تغييرها. بستأذنك يا دكتور، حطنا في المشهد أكتر. ورينا إزاي إسرائيل بتنظر للمسجد الأقصى، وعشان كده عايزة تشارك، يعني حتى أنه هذه النائبة ذهبت من باب التبرك لأنها عروسة جديدة، فهم بيروا هذا المسجد الأقصى من وجهة نظرهم إزاي؟ حضرتك يمكن ضربت مثل بالحرم الإبراهيمي في الخليل. إسرائيل لا وجود تاريخي ثابت ليها في هذه المنطقة، والآثار اليهودية تكاد تكون منعدمة في مناطق القدس والضفة الغربية. فبالتالي هي محاولات منها أن تخلق لنفسها تاريخ وتخلق لنفسها وجود بادعاءات تاريخية يتم تزييف التاريخ حتى تضمن مساندة وتأييد القاعدة الشعبية الموجودة. فتدعي على سبيل المثال أن حائط المبكى اللي هو بالنسبة لنا حائط البراق ملاصق لجسد المسجد الأقصى. فبالتالي اللي يدخل المنطقة ديت من فوق حائط البراق والمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، ومن أسفل اليهود يصلون كل يوم جمعة ما يسمونه حائط المبكى اللي هو بالنسبة لنا حائط البراق. فبالتالي لا دليل تاريخي لا على وجود هيكل ولا على وجود ان هذا هو حائط البراق، لا في العهد القديم ولا في التاريخ العبري ولا في التاريخ اليهودي. لكن مسائل اظهار ما هو غير اكيد من الناحيه التاريخيه او الباسه ثوب مختلف حتى تقنع ان الرأي العام، والرأي العام هنا بيبقى جاهز للتصديق، جاهز لمسائل الرأي العام العالمي. حضرتك بتقصد الرأي العام العالمي والرأي العام الإسرائيلي من الداخل، لأن برضه مش عايزين ننسى أنه مش كل إسرائيل مع اقتحامات المسجد الأقصى. لا، هناك تيارات سياسية وهناك تيارات اجتماعية ضد ما يحدث في المسجد الأقصى، وهناك تيارات متشددة جدا دينيا ترى أنه يجب هدم المسجد الأقصى وإنشاء ما يسمى بهيكل سليمان وتزول كل الآثار الإسلامية الموجودة في هذه المنطقة. وهل لهذا يتكرر اقتحام هذا المكان؟ ده بشكل دائم. يعني مفيش أكتر من هدم حي كامل اللي هو حي المغاربة. ده من ضمن الأحياء الرئيسية التي تدل على تاريخ المنطقة كمنطقة عربية
في هذه المنطقة. الآثار الإسلامية احنا عندنا المسجد الأقصى، عندنا قبة الصخرة، عندنا المسجد المرواني، عندنا كل المنطقة ديت آثار إسلامية. فبالتالي الجهد هنا على مستويين: جهد حكومي عن طريق هدم أحياء أو تغيير معالم على أرض الواقع أو عمل أنفاق أسفل المسجد الأقصى حتى يسقط في يوم ما. والشكل الآخر هو شكل جماهيري بعمليات الاقتحام التي تتم إما عن طريق جماعة أمناء الهيكل، ودي جماعة يهودية متطرفة، أو عن طريق بعض المسؤولين. ولا ننسى هبة أكتوبر عندما اقتحم أرييل شارون المسجد الأقصى في حراسة 3000 جندي إسرائيلي، وقت أن كان إيهود باراك زعيم حزب العمل آنذاك رئيسا للوزراء. ومن هنا قامت الانتفاضة الثانية، وما سمي في داخل إسرائيل أو عرب 48 أو فلسطينيين 48 اللي هي هبة أكتوبر. فبالتالي هي عملية ممنهجة سواء على المستوى الحكومي أو على المستوى الجماعات الدينية المتطرفة أو على المستوى الشعبي. حضرتك ذكرت يا دكتور في وسط كلامك الانتفاضة الثانية. هل هذه الهجمات المتكررة على المسجد الأقصى ممكن تؤدي إلى انتفاضة ثالثة؟ بص حضرتك، يعني أنا أعتقد أن الأمر مرتبط أكتر من وجهة نظري عمليات الاقتحام بالذات، وبما أن ده موضوع الحلقة المسجد الأقصى أو المقدسات الإسلامية في القدس الشرقية، أعتقد ده مرتبط أكتر بالمحيط العربي. كلما زاد المحيط العربي ضعفا وتشرذما وزادت الخلافات وبدأت الدول المحيطة بفلسطين تنقسم أو تضعف أكثر مما هي ضعيفة، هذا يتيح لإسرائيل مسائل الاقتحامات والهدم وتغيير المعالم والتهويد والقاء القبض على النشطاء السياسيين وما إلى ذلك. فبالتالي العملية مرتبطة أكثر من وجهة نظري أنه إسرائيل بتحسبها رد فعل العالم العربي والعالم الإسلامي هيكون إيه. فإذا كان رد فعل العالم العربي والعالم الإسلامي صفر، مفيش أي رد فعل، سوى إذا كنا حرق علم هنا أو مظاهرة هناك أو شوية هتافات ضد إسرائيل أو الأمريكان، فالعملية بسيطة جدا. ولنهود القدس كاملة وليزول دايما يقال يا دكتور انه الكبت او الضغط يولد الانفجار، ونحن نرى هذا الاقتحام المتكرر على المقدسات الاسلاميه. فممكن هل هذا ممكن يؤدي الى فعلا انتفاضه رغم ضعف الموقف العربي تجاه القضيه الفلسطينيه؟ بص حضرتك، انا بعول في قضيه المسجد الاقصى اكثر على المقدسيين انفسهم. بمعنى ان الشيخ رائد صلاح وما يقوم به من اللي هو رئيس زعيم الجناح الشمالي الحركة الإسلامية في فلسطين، وده من فلسطينيين 48، ما يقوم به من جهد غير عادي في التصدي لمحاولات قوات الاحتلال والبعض الجماعات المتطرفة، جهد عظيم جدا. فأنا أعول على المقدسيين أنفسهم، لأن الانتفاضة هتبقى مرتبطة أكتر بالضفة الغربية وقطاع غزة. الضفة الغربية أعتقد أنه الوضع الفلسطيني نفسه أصبح ضعيف للغاية. ما تنساش أنه الانتفاضة الثانية كانت قامت وقت أن كان الفلسطينيون جسد واحد. وكان عندي ما فيش حاجة، عندي حماس وفتح، وما كانش في عندي كل الكلام الفارغ الموجود دلوقتي. كان في كيان واحد موجود. فبالتالي كانت التوجهات معروفة. فبالتالي أنا لا أعول على الفلسطينيين اللي عايشين تحت الاحتلال في الضفة أو في قطاع غزة، لكن أعول أكثر على أهل القدس نفسهم. هم دول اللي بيتصدوا، هم دول الأبطال الحقيقيين. لأن أنا شخصيا فاقد الأمل في العالم العربي والإسلامي رغم ما لديه. هنيجي للنقطة دي، بس عايزة أشير على رأي مدير دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس اللي قال إنه فكرة تقسيم المسجد الأقصى من الناحية الجغرافية مستحيل على غرار الحرم الإبراهيمي، ما ينفعش. بص حضرتك، هو شمعون بارس سنة 86 قدم اختراع، قال لكم ما فوق الأرض ولنا ما تحت الأرض. ومن ساعتها بدأ بنيامين نتنياهو عندما جاء للحكومة سنة 96 في فكرة إنشاء الأنفاق أسفل المسجد الأقصى، واللي بيؤثر على الأساسات. ده بيأثر وأثر فعلا. يعني ده مش بس الأنفاق، ده بيتم إلقاء بعض المواد الكيميائية على جدران المسجد الأقصى. هذه المواد تؤدي إلى تآكل الحجارة وتشققها، فبالتالي تحصل عملية السقوط طبيعية، لا بقنبلة ولا بصاروخ ولا بواحد مجنون فجر عبوة ناسفة مثلا على سبيل المثال. أرجع تاني لفكرة شمعون بارس، إنه الكلام صح فعلا، إنه من فوق السطح يصعب جدا فكرة التقسيم. لكن اللي هم شغالين عليه دلوقتي من تحت الأرض، وهو ده الأخطر كمان. ثانيا، هو في عندي منطقة حسب التخطيط الإسرائيلي، وده اتنشر كتير قوي في وسائل الإعلام الإسرائيلية،
انه في تخطيط للمنطقه اللي هي ما بين المسجد الاقصى ومسجد قبه الصخره. المنطقه دي كلها في سور بنسميها الحرم القدسي، بمعنى اي اعتداء عليها على اي نقطه فيها هو اعتداء على المسجد الاقصى نفسه. المنطقه المحيطه دي في، لو الناس تتذكر الشكل، في مجموعه اشجار. كل الهدف هنا انه هذه المنطقه الاشجار تنزع ويقام الهيكل في هذه المنطقه. فبالتالي تقوم فكره التقسيم ان المسجد الاقصى يظل موجودا وقبه الصخره منفصل عنه تماما، وبينهما جبل هيكل سليمان المزعوم اللي هم بيخططوا لانشائه. صحيح. فبالتالي انا عندي حاجتين على السطح. تم الغاء حي المغاربه، هدمه تماما. تم تغيير المعالم المحيطه، وتم انشاء حاجه اسمها الحديقه التوراتيه ليحج اليها المتطرفين اليهود. من ناحيه تانية الانفاق اسفل المسجد الاقصى مباحه لاي حد. من الاعلى اقتحامات المسجد الاقصى متكرره الى ان يتم، اذا استمر الوضع الحالي العربي والاسلامي، هيتم فعلا هدم المنطقه الوسط بين المسجد الاقصى وبين مسجد قبه الصخره. يا ريت كان جبت معايا صور عشان الناس تبقى متخيله ان في فرق بين المسجد الاقصى وقبه الصخره. ما يشاع خطا، وده لعبه اسرائيليه نساعدها نحن كدول عربيه، ان لما بنجيب سيره القدس بنذيع دايما قبه الصخره. قبه الصخره يا ساده ده مسجد موجود في الحرم القدسي وله قدسيه عاليه جدا، لان في الصخره اللي وقف عليها الرسول عليه الصلاه والسلام، واللي هي القبه الذهبيه. ماشي. فدي حاجه. والمسجد الاقصى يبعد عنه بضعه امتار، 10 15 20 متر. ده حاجه تانية خالص. فالاسرائيل بتعمله اللي بيساعدها فيه وسائل الاعلام العربيه ان ينطبع في خيال المواطن العربي والمسلم ان صوره قبه الصخره هي المسجد الاقصى، وهذا ليس بصحيح. فبالتالي المساله بتتم تحت الارض وفوق الارض ومستمره. وللاسف الظروف الحاليه تساعد اسرائيل كثيرا جدا 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 الاستمرار مخططها. وعلى فكره المخطط انا مش بقوله سري، ده مخطط معلن للجميع وموجود حوالي 50 صفحه على أرض الواقع. 50 صفحه باللغه العبريه برسوم هندسيه، برسوم جراف للمستقبل. وهم يا دكتور لا يخجلون هم يعني يقولوا الكلام ده الحقيقة في وسائل الإعلام الخاصة بيهم. عايزة أتوقف، يعني منذ عدة أسابيع ليست ببعيدة حصل قصف إسرائيلي على الأراضي السورية، ولم نرى أي رد فعل عربي للأسف، ولم نرى موقف للجامعة العربية كمان. لكن ويمكن ده أحزننا جميعا، لكن الموقف موقف المسجد الأقصى يمس كل العرب، وإن كان سوريا تمس الجميع لكن المسجد الأقصى أكثر تأثيرا. فهل سنرى موقف عربي فيما يخص المسجد الأقصى في القريب العاجل؟ يعني اسماعيلي، يعني يمكن كلامي يزعل ناس كتير. صدقت المقولة الخاطئة، أنا يعني مؤمن أنها خاطئة، أن العرب ظاهرة صوتية. بمعنى أننا نهيج ونصيح وهتافات ومظاهرات، لكن على أرض الواقع نحن لا نفعل شيئا، لا في سبيل المسجد الأقصى ولا في سبيل القدس ولا المناطق الفلسطينية المحتلة. ليه؟ لأنه حضرتك لسه مشيرة دلوقتي لمسائل الاعتداء الإسرائيلي على سوريا. صحيح. وسيتكرر هذا الاعتداء بدل المرة، وتكرر في الماضي مرات عديدة جدا. ما بنخرجش بغير أنه يطلع وزير الخارجية السوري نشجب وندد وسوريا تحتفظ لنفسها بحق الرد، وسنظل كثيرا سوريا محتفظة لنفسها بحق الرد. الدول العربية للأسف أصبحت كل طرف عربي له أجندته اللي بتحكم مصالحه مع الأطراف الدولية. ما أصبحش هناك أجندة عربية مشتركة تدافع عن الحق العربي للأسف الشديد. لذلك أنا بقول ليه العرب أصبحوا ظاهرة صوتية. إحنا ممكن نسمع كلام كويس جدا من بعض زعماء العرب، ممكن نسمع كلام من بعض القادة السياسيين أو الدينيين حول المسجد الأقصى أو القدس، لكننا على أرض الواقع هل من الممكن أن يكون هناك فعل جاد سواء على المستوى الدولي، على المستوى القانوني، على مستوى منظمات المجتمع المدني، على مستوى اليونسكو، على مستوى الأمم المتحدة، على مستوى أرض الواقع، على مستوى العلاقات مع إسرائيل؟ هل ممكن يكون في رد فعل يجعل إسرائيل ترتدع عن الاعتداء على المسجد الأقصى؟ في ظل الظروف الحالية أنا أعتقد ده مش هيحصل، لكن الفرصة موجودة قدامنا. وهنا أنا اسمحي لي هعفي الحكومات من ردود الأفعال، واسمحي لي نتكلم إحنا طب إيه دورنا كشعوب؟ أنا أعتقد دورنا كشعوب وكمنظمات مجتمع مدني نستطيع أن نقوم بدور كبير
سواء على مستوى اليونسكو او على مستوى المحاكم الأهلية الموجودة في دول العالم كله، أو على مستوى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن طريق هذه المحاكم. لأن المحكمة الجنائية الدولية لا تتعامل سوى مع دول. فبالتالي أنا كمجتمع مدني ممكن أقوم بهذا الجهد، جهد التوثيق، جهد إن احنا نفضح بدل ما الصورة السيئة اللي متاخدة عننا وعن المسلمين في العالم. طب ما تيجوا نخاطب العالم بلغة يفهمها، ونحن أصحاب قضية عادلة، نحن لسنا دعاة حق، احنا فعلا لنا حق ولنا قضية عادلة للغاية. طب ما تيجي ناخد الكلام ده ونخاطب العالم بلغة غير لغة التفجير، وغير لغة الشجب والإدانة، وغير لغة السب والشتائم، وغير لغة الحوار والمحاكم الدولية. المحاكم الدولية صحيح. والإقناع إن أنا عايز العالم ده يتضامن معايا، يتضامن معايا إن هذا مقدس إسلامي كالمقدس المسيحي كالمقدس اليهودي. كما أنني في مصر أحافظ على المعبد اليهودي في شارع عدلي وفي المعادي وفي العباسية، وأحافظ على المقابر اليهودية. هم أيضا العالم مسؤول عن المحافظة على المقدسات الإسلامية الموجودة تحت صحيح. السلطات الإسرائيلية. لأنه حتى إن كان المسلم بينظر لها على أنها مقدسات، لكن العالم بينظر لها على أنها تراث وتاريخ. فلازم يعتنى به ويتحافظ عليه. وبالتالي أنا لو قدرت أنقل للعالم الصورة دي، أنا يهمني قوي إن العالم يفهم إن معبد عدلي اللي موجود في وسط البلد لم يمس بطوبة واحدة طوال الفترات اللي فاتت والأحداث. شفنا بعض التحركات الفردية، يعني الأردن أرسلت مع السفير الإسرائيلي بعمان رسالة تهديد إذا ما استمرت مثل هذه الممارسات، والمؤتمر الشعبي كمان بلبنان طالب منظمة التعاون الإسلامي في الرد على تلك التصرفات المشينة. حضرتك شايف أنه التحركات الفردية ممكن تجيب نتيجة ولا إيه الموضوع؟ إيه طبعا الحل؟ التحركات الفردية حضرتك هتبقى ضعيفة. ليه؟ إذا كنا احنا كمجموعة دول مواجهتنا لإسرائيل قائمة على المنطق إن احنا بنواجهها فرضا دولة. فبالتالي دولة مش هينفع. الغطاء العربي الموجود اللي هو جامعة الدول العربية أعتقد لازم يكون لها دور كبير، ولازم نساعد جامعة الدول العربية. وأنا مش عايز أظلم الأمين العام والأمين العام المساعد السفير الدكتور نبيل العربي أو سواء السفير محمد صبيح، لأن هم ما عندهمش زرار سحر هيدوسوا عليه فهيغيروا المسألة. مسألة متعلقة أكتر بالزعماء العرب ككل، أن يكون هناك خطة عربية موحدة لمواجهة هذا دون التنازل من بعض الأطراف العربية لصالح مصالحها الشخصية مع الأمريكان أو مع إسرائيل أو مع الاتحاد الأوروبي، فنقدر في الوقت دوت نواجه ما يحدث في المسجد الأقصى. أما التحرك الفردي هو تحرك ممكن إسرائيل تمتنع لمدة أسبوع أو 2 عن مسألة الانتهاكات وستعاود لانتهاكات أخرى. بمعنى أنه إسرائيل لازم يكون في رادع ليها، يعني ما يجعل إسرائيل تمتنع عن انتهاك المسجد الأقصى لازم يبقى في رادع. الرادع دوت إذا كان مش موجود في الوقت الحالي، نشاط الأردن كويس محمود، نشاط المغرب ملك المغرب زعل والإخوة المغاربة زعلوا إن الناس هجمت لجنة القدس. طب أنا بقول له يا جلالة الملك اشركنا معاك فيما تقوم به من أجل القدس، وقول إعلاميا ماذا يقدم لقضية القدس من المغرب الشقيق، ونحن نحترمك ونجلك، وتعالوا نتعاون مع بعض احنا كمغرب لجنة القدس. من ناحية الأموال العربية اللي موجودة لماذا لا توجه لخدمة ترميم المسجد الأقصى؟ وعلى فكرة الدخول وترميم المسجد الأقصى ليس مستحيلا، ده بالاتفاق مع إسرائيل نفسها كمان. لأن أنا بتعامل هنا بقى مع حكومة، وفي ظل وجود العلاقات الدبلوماسية الموجودة بين مصر والأردن وإسرائيل من الممكن زي ما الأردن قامت بترميم قبة الصخرة وتجديدها، من الممكن أن تضغط مصر في هذه الآونة وانه يتم عمليه ترميم المسجد الاقصى. بس هل ده ممكن يا دكتور في ظل مخططاتهم بالايقاع او سقوطه حتى من تلقاء نفسه عبر الانفاق اللي بيعملوها ان هم يوافقوا على امر زي ده، تجديد او ترميم المسجد الاقصى؟ بص حضرتك، سياسيا اسرائيل في مرحله دلوقتي بتتحسس خطاها مع الانظمه العربيه المحيطه في ظل التغيرات التي شملت المنطقه. فبالتالي هي اسرائيل ليست في استعداد انها تدخل في حرب شامله مع المحيط العربي. ومن ناحية تانية هي تريد خلق علاقات مع الأنظمة الإسلامية الموجودة على رأسها النظام المصري. فبالتالي أنا أعتقد أن الرئيس محمد مرسي والإدارة المصرية لو بدأت تخاطب إسرائيل مباشرة أنه بعيدا عن الشجب والإدانة، لا احنا عايزين إجراء فعلي. أنا موافق على عودة السفير المصري لتل أبيب مقابل أن تسمح إسرائيل بترميم المسجد الأقصى.
بان المقاولين العرب تدخل وتشوف الجدران الايده للسقوط وتعمل لها مشدات او تعمل لها حاجات خرسانيه تحافظ عليها. انا مش ضد ان السفير المصري يرجع، اذا كان مقابل هو حمايه المسجد الاقصى يبقى عملنا حاجه، اهلا وسهلا. فانا بقول ده من ضمن الاجراءات، من ضمن الاوراق اللي ممكن نلعب بيها. الحاجه الثانيه اعتقد احنا ممكن نلعب بقى على المستوى الدولي. يعني على المستوى الدولي اليونسكو فين؟ ما هو المسجد الاقصى كقيمه بعيدا عن انه قيمه دينيه زي ما قلنا تاريخيه وتراثيه وانسانيه. صحيح. اين اليونسكو في الحفاظ على المسجد الاقصى؟ اليونسكو بتصرخ لو اترمى حجر على معبد يهودي او لو حد جه ناحيه اثر هل بالفعل يا دكتور تم رفع قضايا في هذا الامر واللجوء لليونسكو؟ للاسف ما فيش حد في الدول العربيه تحرك، وكل المدعين من منظمات المجتمع المدني سواء في مصر او في فلسطين لم يفعلوا شيئا من اجل لا القدس ولا المسجد الاقصى. وعمليه التهويد بتتم بشكل شبه يومي، سواء بتغيير الاسماء، تغيير المناهج التعليميه، تغيير التاريخ، تغيير الاماكن، تغيير المعالم. ده شيء محزن جدا يا دكتور، لكن اسمح لي يعني في كلمات سريعه وبسيطه، كيف الخروج في راي حضرتك من هذا المأزق بشكل سريع وبدون تطور الموقف اكثر مما هو عليه؟ أنا أعتقد أن القيادة المصرية هي القيادة الوحيدة اللي ممكن تلعب دور كبير دلوقتي في هذا الشأن، لأن هي القيادة الوحيدة اللي ممكن يكون لها تأثير. سوريا بتنهار، الأردن تأثيرها مش قوي على إسرائيل، لبنان عارفين إحنا اللي فيها، يبقى ما عندنيش دولة مستقلة غير وما زالت مترابطة غير جمهورية مصر العربية. فمن هنا أنا بطالب القيادة المصرية على رأسها الرئيس محمد مرسي بمشاوراتك على المستويين العسكري والأمني مع إسرائيل، ودي شبكة العلاقات ماشية في هذا الإطار دلوقتي. لو قربنا شويه على المستوى السياسي اعتقد ان ممكن يبقى فيه رسائل واضحه ومباشره للقياده الاسرائيليه بضروره وقف اي انتهاكات ضد المسجد الاقصى. وانا اعتقد القياده المصريه تقدر تقوم بالدور دوت، لانه اسرائيل مش هتستجيب لحد غير حد قوي. اسرائيل مش هتستجيب لا للاردن ولا لسوريا ولا للبنانيين ولا للفلسطينيين في الداخل. فانا اعتقد مصر ممكن تقوم بهذا الدور، وان ممكن الاتفاق ان مقاولين العرب او بعض الشركات الاخرى تدخل، او عن طريق الاردن، لانه برضو اداريا المسجد الاقصى المفروض مع الاوقاف الفلسطينيه مع الاوقاف الاردنيه. من ناحيه الاوقاف هو المشرف عليها. يعني في اوقاف فلسطينيه، لان ما عنديش دوله فلسطينيه مستقله حتى الان حقيقي. وما عنديش عاصمه موجوده في اللي هي القدس. ما زالت القدس مقسمه وما زالت تحت الاحتلال. صحيح. فبالتالي القياده المصريه ممكن تقوم بهذا الدور، وانا اعتقد لو الاقتراح دوت رئاسه الجمهوريه فكرت فيه انها تعمل تحرك جدي على المستوى السياسي وعلى المستوى الامني، الاتفاق مع اسرائيل انه على الاقل نبدا نرمم ونوقف ما ممكن ان يلحق من اذى متكرر للمسجد الاقصى دوت، ممكن يكون له تاثير قوي. من ناحيه اخرى بقى نساعد احنا بقى رئاسه الجمهوريه كمجتمع مدني، نبدا بقى كمنظمات مجتمع مدني كوزاره ثقافه مصريه تخاطب اليونسكو، الاعلام يبدا يعمل توثيق للمساله دي باعلام. احنا بنحاول اهو يا دكتور مع حضرتك. يعني انتوا هنا محاوله صحيح. محموده طبعا جدا. لا اقصد برضو الاعلام على المستوى اللغه الانجليزيه على مستوى العالم، مش القنوات اللي موجوده حاليا، لا هو في شغل ميديا يتعامل مع الميديا أفلام العالميه، توثيقيه كمان تبين قيمه هذا المكان المقدس. يعني الحقيقه موضوع مثير وموضوع هام جدا، ونتمنى انه يكون في حركه اقليميه ومحليه ودوليه اصلا يعني فعلا للاهتمام بهذا الشأن الهام جدا، وهو الحمايه والحفاظ على هذا المكان المقدس المسجد الاقصى. دكتور منصور عبد الوهاب المحلل السياسي، بنشكر حضرتك جدا، ضيف دايما عزيز علينا. شكرا ليك. مشاهدينا الكرام، اتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا النهارده، وهنشوفكم بكره وفريق عمل جديد وكلام جريء.